كريمان اكيد بيجيلك ناس بتحس انها تايهه، مش عارفه هي مين، هدفها ايه، تبدا ازاي، بتنصحيهم يعملوا ايه؟ ما هي دي النقطه، مش بنصحهم بحاجه ابدا. يعني احنا يقعد عندنا مع برنامج نفسه برضه بورقه وقلم. بالظبط، احنا حتى البرنامج بتاعنا هو برنامج اكتشاف ذات، هو فكرته مبنيه على ان احنا بنقول العلم توصل لايه، وبنقول انه البيست براكتسز او افضل ال يعني الاتجاهات في الجزء ده بتاع اكتشاف الذات بالظبط. أيوة. الناس عملت ايه، وبنشوف قصص ملهمه، وبنبتدي ندي الشخص اسئله عشان هو اللي يكتشف، هو اللي يكتب قصته كانت حلو ايه جدا وبقت ده. ايه طبعا هويته كانت ايه، وهويته الجديده اللي هو عايز يحققها ايه. مهم قوي مع بدايه السنه الجديده انه ننوه على فكره انه يا جماعه كل البيرسوناليتي تيست، اختبارات الشخصيه دي غير علميه بالمره. ده حقيقي صح. غير علميه بالمره، والتعميم كمان مش صح خالص. بالزبط. بنعمم حاجات كتير على تجارب غيرنا اساسا، وده غلط. اشكرك. فربنا خلقنا واي مور معقدين قوي على ان يطلع اختبار يقول لي انا مين، يحللك بالظبط. انا اللي بحدد انا مين. صح. انا عايز ابقى مين، صح. ايه المهارات اللي انا عايز. انا حياتي اتغيرت لما اكتشفت ان انا اقدر اتعلم اي حاجه حقيقي. اقدر اتعلم صفات، اقدر اتعلم مهارات، اقدر صح. يعني انا بقف اشوف ناس، انبهر بتصرفات ناس معينه وسلوكيات معينه، استشفها بجد، بستشفها، بفضل كده اشف السلوك لحد ما ابتدي ازرعه جوايا. ده حقيقي. فانا اللي بقرر انا عايزه ابقى مين. صح.